بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في ولد البنات. فولد البنات يرثون ميراث ذوي الأرحام، وهم يعني ولد البنات أولاد هذه البنت الصلبية للميت، فأبناءها وبناتها من ذوي الأرحام أولاد بنت الميت، وأولاد بنت ابن الميت هؤلاء مهما نزلوا أيضا هؤلاء أولاد هذه من ذوي الأرحام. إذن يعني فروع الميت من ذوي الأرحام هم أولاد البنات الصلبيين وأولاد بنات الابن. فمؤلف كتاب الحاوي الشافعي رضي الله عنه اتبع مذهب أهل التنزيل في توريث ذوي الأرحام، أي ينزل ذوي الأرحام بطن بطن فيصل لوارث أو يصل لعصبة فيورثه، ثم يرجع في العكس فيعطي ما حصله من الميراث يعني يفرض موت الأصل ويورث أولاده. تتضح في المسائل إن شاء الله. فلو لدينا هالك بنت بنت وثلاث بنات بنت وأربع بنات بنت، طيب لو نزلناهم بطن يعني هذه أمها هذه البنت، وهذه أيضا ثلاث بنات أمهم البنت والأربع بنات، إذن هاي الأمهات المدلى به. طيب فيوزع الميراث فرضا وردا لكل بنت سهم هكذا، فتصح عند الشافعي وهو صاحب مذهب أهل التنزيل من ثلاث لكل بنت سهم. الآن يفرض الشافعي أن الأمهات ماتوا، فالسهم هذا يروح إلى البنت، والسهم هذا يروح إلى ثلاث بنات، والسهم هذا نصيب الأربع بنات. فبالتصحيح يعني هنا لدينا ثلاث وهنا التصحيح أربعة، تصحيحين ثلاث وأربعة تباين، ثلاث في أربعة 12، نضرب أصل المسألة ب12 فتصح من 36، ف12 في واحد 12 يذهب إلى هذه البنت، 12 في واحد 12 يذهب للثلاث بنات، لكل بنت 4 سهام، وهنا السهام 12 يذهب لكل بنت 3 سهام 4 بنات. فهذا الحل على مذهب أهل التنزيل. مذهب أهل القرابة طبعا مختلف تماما، فهم يرتبون ذوي الأرحام على ترتيب العصابات، فينظرون إلى البطن الأول بنت ثلاث بنات 4 بنات عددهم 7، فكلهم أدلوا بنفس الإدلاء في البنت وعلى نفس الدرجة ويعاملوهم معاملة العصبات، فأصل المسألة من 8 عندهم، لهذه البنت بنت البنت سهم، وهنا 3 سهام وهنا 4 سهام. يعني الحل مختلف تماما عند أهل القرابة اللي هو المذهب الحنفي. طيب المسألة الأخرى يعني هنا إنه لدي ابن وبنت بنت وبنت بنت، يعني نزلناهم، هذه بنت وهنا بنت، من سهمين سهم سهم. طيب هذا السهم يروح إلى الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، فنضرب بثلاث، 2 في 3 6، سهمين للابن وسهم للبنت. طيب 3 في 1 3، فهذه تأخذ النصف وهذه تأخذ النصف، والنصف هذا يوزع على الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا عند أبو عبيد من الشافعية. عند أسحاق وزع النصف هذا، نصف البنت هذا وزعوا بالتساوي على الابن والبنت، هذا مذهبه، فتصح عند إسحاق من 4
للابن سهم وللبنت سهم، لا بنت البنت سهمين في النصف الآخر. أبو حنيفة نظر إلى البطن الأول هذا ونظر إلى الأدلاء فشاهد أن الإدلاء واحد، فاعتبرهم عصبة، وصحت المسألة من 4 للذكر سهمين، لكل بنت سهم. في هذه المسألة لدي بنت أدلت في بنت، وبنت بنت ابن أدلت ببنت ابن، فعند الشافعي أعطى البنت نصف وبنت الابن السدس، وصحت معه من 6، نصف البنت 3 وسدس البنت الابن سهم. ففي الرد رجعت إلى 4. عند أبو حنيفة على ترتيب العصبات يأخذ الأقرب فالأقرب. لاحظ أن بنت البنت أقرب من بنت الابن ولو أدلت بوارث، فمبدأ العصبات يعتمد على القرب، فأعطى المال كله لبنت البنت. المسألة هذه إنه بنت ابن بنت وبنت بنت ابن، هذه أدلت بوارث وهي أدلت برحم. المال عند الشافعي وأبو حنيفة لبنت بنت الابن، على اختلاف التعليل بين مذهب أهل التنزيل وأهل القرابة. طيب هنا ابن ابن بنت وابن ابن بنت ابن، يعني نزل بطن، فالشافعي وصل لبنت بنت وبنت ابن، فأعطى الميراث لابن ابن بنت الابن. أيضا يعني على قول الجميع هنا في هذه المسألة يذهب الميراث لابن ابن بنت الابن لإدلائه بوارث. الحمد لله رب العالمين.